اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة بقى السبت، وكالعادة يوم السبت بنعمل أكلة حلوة. والأكلة الحلوة يعني طبيخ. احنا دخلنا خلاص في أجواء الشتاء، والطبيخ ما يحلاش إلا في الشتاء. يعني في الصيف بنعمل أكلات خفيفة، ما بنبقاش عايزين نقف في المطبخ كتير. كمان مش بنبقى مستحملين أي أكل كده يبقى تقيل على معدتنا في الجو الحر. ما بنصدق بقى الشتاء يدخل علينا ونعمل أحلى بقى طبيخ وأحلى أكلات شتوية كده تدفينا. ومفيش أحلى ولا أجمل من الأكلة اللي هنعملها النهاردة. أول حاجة كان معايا حلة كده على النار فيها مية بتغلي، وبعد كده نزلنا قطع اللحمة. بعد كده نزلت ببصلاية قطعتها 4 تربع، وطماطماية وفلفل اسود ومعلقة من السكر، ومرقة دجاج دي اختياري، و6 فصوص كده من الحبهان. اول ما هتغلي معانا كده الشوربة، هنشيل اي ريم بتطلع فوق الوش علشان خاطر ما يبقاش فيها اي ريحة زفارة، والشوربة بتاعتنا تبقى صافية كده وطعمها جميل. وما تنسوش تحطوا معلقة صغيرة من السكر، علشان دي اللي هتسرع تسوية اللحمة، وخصوصا كمان لو اللحمة بتاعتنا هتاخد وقت شوية على النار. بعد كده بقى جبت معايا 6 حبات من الطماطم وفلفل رومي بارد. دلوقتي بقى مالي الأسواق وسعره حلو قوي، تستغلوه. وهاتوا مثلا كيلو أو 2 كيلو واضربوهم في الكبة، وشيلوهم بقى في أكياس كده أو في بطرمانات أو في علب. الفلفل ده بيبقى مسكر قوي وجميل مع الطماطم للطبيخ او للمكرونة. سعره يعني ب15 جنيه او ب20 جنيه. فاستغلوا بقى اول ما تلاقوه، هاتوه وهرسوه كده، او ممكن كمان تشيلوه صحيح. يعني لو في مكان شيلوه صحيح كده، اغسلوه شيلوه صحيح. تاخدي بقى مع الطماطم كده وتعملي بقى طبيخ، تعملي مكرونة. بيبقى طعمه حلو قوي وكمان مغذي وفيه فيتامين سي. بعد بقى ما ضربنا الطماطم مع الفلفل وحطينا معلقة سكر صغيرة، هصفيها بالمصفى، وبعد كده هحطها في حلة واسبكها كده كويس قوي. وتعالوا بقى نعمل شوية شوربة حلوين. ما ينفعش يبقى عندنا لحمة وشوربة اللحمة المسكرة دي وما نعملش كده ايه شوية شوربة لسان عصفور، او ممكن مكرونة الصغنونة بتاعت الكشري دي. بس لسان العصفور بيبقى احلى واطعم جنب الاكلة دي. فجبت كده معلقة من السمنة، والتركية بتاعتي البصلاية الصغنونة البيضة دي بحطها وانا بحمر لسان العصفور. مش عايزة اقول لكم بقى يعني بتسكر كده الشوربة، وكمان بناكلها كده وهي مستوية مع لسان العصفور فبتبقى حلوة قوي. وكمان هترش رشة من الملح على لسان العصفور وانتي بتحمريه، ده هيساعدك ان هو هيطلع كله لون واحد. وطبعا وانتي بتحمري لسان العصفور ايديكي على طول تقليب تقليب، علشان خاطر ياخد معانا كله لون واحد ويبقى لونه الاشقر اللي انتوا شفتوه ده. بعد كده بنحط الشوربة سخنة وبيغلي معانا غلوة واحدة بس، وبنظبط بقى حدق الشوربة بتاعتنا بشوية ملح وشوية فلفل، مش اكتر من كده. احنا مظبطين الشوربة بتاعت اللحمة، فهي مسكرة ومش محتاجة اي حاجة، يعني اي توابل نحطها زيادة. احنا برضو عايزين نحس ايه ان احنا بنشرب شوربة كده، يعني نحس بطعم الشوربة. اي توابل هنحطها زيادة بتضيع طعم الاكل. فاحنا هنحط ملح وعلى لسان عصفور وشوية فلفل. بعد كده هي بتاخد غلوة واحدة بس، بقفل عليها وبغطي واسيبها بقى على جنب بيستوي بالبخار. عشان الناس اللي بتشتكي ان لسان العصفور معاه دايما بينشي، لا، هي غلوة وتغطي وتسيبيه بقى ايه يستوي على البخار. بعد كده جبت حلة ونزلت بمعلقة من السمنة وبصلاية كده وسط متقطعة مكعبات صغيرة، ومعلقة كده كبيرة من الثوم المهروس. ويا سلام بقى لو الثوم ده فريش. وهديها بقى تقليبة كده مع البصلة لحد ما البصلة بتاعتي بتصفر.
وبعد كده بنزل بمعلقة صلصة طماطم، بديها كده ايه تقليبة مع البصل والثوم. وكان عندي بامية بقى انا مفرزاها، ونزلت بيها على الصلصة والبصل والثوم زي ما انتوا شايفين كده. وانا على طول اقول لكم المعلومة دي مهمة جدا، اي خضار مفرزينه لازم تخرجه من الفريزر على الصلصة على طول. ما ينفعش ان انا اسيبه بره واطلعه قبلها بشوية يعني واسيبه يفك، هيسود مننا وطعمه هيغير. بعد كده اديت البامية تقليبة كده مع الصلصة والبصل والثوم، ونزلت بقى بالطماطم اللي كنا ضاربينها في الكبة، وكنت صفيتها بقى من القشر، واديتها كده ايه كام غلوة على النار علشان تتسبك معايا، علشان اقدر احطها على البامية وهي متسبكة، واعرف احط الشوربة عشان البامية بتاعتي كده تبقى متطعمة وزي العسل. بعد كده نزلت برشة من الفلفل الاسود والكزبرة، وعشان البامية بتحب الكزبرة عشان فيها توم. وكمان مكعب كده من مرقة الدجاج او كيس من المرقة الفورية، وده طبعا اختياري، بس انا بحب مرقة الدجاج بصراحة على الاكل، يعني بتسكر كده الاكل. ونزلت بعد كده باللحمة بعد ما اديتها 3/4 سوا، هتكمل بقى سواها مع البامية، وتاخد بقى كده من طعم التسبيكة وطعم البامية، حاجة كده في منتهى الجمال. وبعد كده في المرحلة دي بنزل بنص ليمونة بعصرها على البامية والصلصة، وبغطي بقى أول ما بتاخد غلوة، ووطي كده النار واسيبها تستوي براحتها. جربوا كده التركات اللي أنا بعملها في البامية دي هتعجبكم جدا، تطلع معاكم مسكرة ومعسلة وطعمها في منتهى الجمال. هنا بقى رحنا عملنا شوية رز أبيض، ممكن تعملي رز بشعرية، بس البامية بيتحب جنبها كده ايه الرز الابيض. وهقول لكم على تركية بعملها في الرز الابيض هتدعيلي عليها. جبت كده معلقة من الزيت مع معلقة من السمنة، ميكس كده من الدهون، ونزلت بكوبايتين من الرز المصري بتاعنا، غسلاه كويس اوي مصفيه. وبعد كده هنزل بالملح، هظبط الملح بتاعه وانا بشوحه كده علشان يتغلف كويس بالمادة الدهنية، عشان يطلع معانا كده اما نسويه ايه مفلفل كده وياخد ايه ما يتعجنش، يبقى كل رزاية ورزاية مفلفلة كده. بعد كده بقى بنزل بالمية السخنة، ولكل كوباية رز بتاخد كوباية مية، وبعد كده بقلبهم. والتركة بقى اللي انا قلتلكم عليها تعملوها مع الرز الابيض، دي شيف اللي قال لي عليها وفعلا جربتها خطيرة. بتنزلي كده ايه بمعلقتين كبار من اللبن او 3 معالق كبار من اللبن، يا نهار ابيض بقى، بيدي للرز طعم حلو جدا، وكمان بيطلع لونه ابيض شاهي. لا خطيرة التركة دي، جربوا ان انتوا تحطوا شوية لبن كده يعني معلقتين 3 كبار مع الرز، وشوفوا بقى جمال الرز الابيض. وطبعا اول ما المية بتغلي بتاعت الرز بوطي وبهدي النار لحد ما المية تتشرب خالص. بعد كده بغطي وهنخلي بقى العين ايه سهرية قوي كده، والرز ياخد ايه راحته في السوا. هنا بقى البامية بتاعتي كانت استوت مع اللحمة، شايفين شكلها خطير. كمان انا عايزة اقول لكم ان هي لونها فاتح بسبب الاضاءة، لكن من غير اضاءة الصلصة حمرا وجميلة وفي منتهى الجمال. والتركة بقى اللي انا بعملها في البامية واحنا بنطبخها، بحط معلقة توم فريش صغيرة، وبعد كده بديها غلوة واقفل عليها، يعني هي خلاص بتكون استوت. في ناس بتعمل لها طشة توم بكزبرة بحتة سمنة كده زي طشة الملوخية بالظبط، وبتنزل على البامية في الاخر. بس يعني بصراحة بحس ان هي ايه تقيلة يعني، فجربوا حتة معلقة التوم مع البامية، وتاخد غلوة وتطفوا عليها بعد ما تستوي، هتلاقوا طعمها حلو قوي، وكمان هتكون خفيفة مش زي الطشة بقى. والرز عندي كان استوى وزي ما انتوا شايفين مفلفل وجميل. بدأنا بقى نحط الأكل بتاعنا، وهنا أنا كنت عاملة بتنجان مخدد، عملته كده مخلل، بيبقى طعمه في منتهى الجمال، وكنت عاملاه معاكم فيديو قبل كده. ولو عايزين أي وصفة أنزلها لكم لوحدها أو أعملها معاكم اكتبولي في الكومنتات، وكمان قولولي واكتبولي بتتابعوني منين بالظبط، يسعدني متابعتكم ويسعدني وجودكم معايا على القناة.
وده بقى كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. أكلة كده شتوية جميلة، شوية بامية مع اللحمة، مع شوية رز، مع شوية شوربة، وبتنجان مخلل. مفيش أحلى ولا أجمل من كده. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى تحطوا لايك. أسيبكم في حفظ الله، مع السلامة.